السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. انتشر كلام كتير النهاردة على السوشيال ميديا إن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل أو عدم إدراج مصر على جدول أعماله يوم 29 يوليو عشان يصرف لها الشريحة الثالثة. وناس كتير نشر الخبر، وناس شمتانة وناس فرحانة وناس زعلانة. والدولار النهاردة طلع له كده 10-11 قرش في البنوك. في البنك الأهلي سجل 48 جنيه و41 قرش. وفي السوق السوداء دولار الصاغة، يعني الدولار في الذهب النهارده ب 48 جنيه و70 قرش وقت تسجيل الحلقة. كل ده عشان كلام يعني ايه الإشاعات اللي طلعت دي. طلع مصدر مسؤول من وزارة المالية قال مفيش الكلام ده كله، هو بس كل الحكاية ان الموقع الإلكتروني بتاع صندوق النقد الدولي لسه ما تحدثش. وبالفعل حالا دلوقتي وانا بكلمكم صندوق النقد الدولي حدث الموقع بتاعه، تم تحديث الاخبار اللي عليه، وقال لك ان فعلا مصر مدرجه على جدول اعمالها، على جدول اعمال المجلس التنفيذي للصندوق يوم 29 يوليو عشان يناقشوا المراجعه الثالثه وصرف الشريحه الثالثه لمصر اللي هي 820 مليون دولار. الصندوق المفروض كان عامل اجتماع يوم 10 يوليو، الاجتماع ده ميعاده مش 29 يوليو، الناس اللي ما تعرفش كان ميعاده 10 يوليو، يعني من اسبوعين تقريبا. لكن طلعت مديرة الاتصالات او مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي ساعتها في تصريحات صحفية وقالت احنا اجلنا الاجتماع الخاص بصرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي لمصر اللي هم 820 مليون دولار ل 29 يوليو لان في بعض الاجراءات المتفق عليها مع مصر لم تلتزم بها او ما تنفذتش حتى الان. ما قالتش ايه هي الاجراءات. في نفس الوقت حتى اليوم صباحا او ما فيش من ربع ساعه ما كانش صندوق النقد يتحدث الموقع بتاعه، وكان كله قال لك ان فعلا مصر مش مدرجه في جدول اعمال الصندوق يوم 29 يوليو. من ربع ساعة حصل التحديث ومصر فعلا بقت مدرجة على اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو. هل هيحصل حاجة اليومين دول من دلوقتي من النهاردة 21 يوليو لحد 29 يوليو؟ هل هيحصل حاجات كان متفق عليها بين الصندوق وبين الحكومة المصرية ما حصلتش يوم 10 يوليو عشان كده أجلوا ميعاد المراجعة الثالثة وصرف الشريحة الثالثة، وهتحصل اليومين دول في الأسبوع ده؟ هنشوف ايه هي الحاجات دي. هل حاجات خاصة بسعر الصرف، هيحصل تحريك لسعر في الصرف تاني، ولا هيحصل تحريك لسعر بنزين وسولار وكهرباء وخلافه يعني، وتخفيض الدعم عليهم؟ لا ده يحصل لا ده يحصل، معرفش. بس تصريح مديرة الاتصال بتاع صندوق النقد الدولي لما قالت او بررت تأجيل الاجتماع يوم 10 يوليو والكلام اللي أثير النهارده معناه ان المفروض او واضح ان هيحصل حاجه في الاسبوع ده، او انه تم الاتفاق عليهم حتى لو هيحصل بعد يوم 29 يوليو بعد الاجتماع مباشره. هنشوف. يا رب يا رب يخلف الظنون، يعني مش هنقول يخلف الظنون يعني ما تحصلش خالص، لا هو كده كده خلاص. يعني رئيس الوزراء قال هنحرك الاسعار وهنخفض الدعم، كهرباء وسولار ومازوت وادويه وخلافه. مفيش دعم على الادويه، يعني انا بقول سعر الادويه كمان هيزيد، لكن ما جابش سيره سعر الصرف. فده كده كده هيحصل، لكن احنا بنقول ايه؟ يا رب يتأجل شوية، يعني الناس تاخد نفسها شهرين 3-4. لكن واضح ان ده مش هيحصل، واضح ان في تحريك اليومين دول. ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمة الله.